السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. طبعا شايفين الأكلة الشعبية دي أكلة جميلة جدا، وأشركت من أصحابها الورق اللي عايزة تجيب، والأكل سخن خايفين عليها الصراحة. يعني يا رب جونا عليها الصراحة. بنت دي عايزة حد يعني يقف يتبهيلها كده من حديد، عشان يعني الحاجة بتبقى سخنة تروح يعني عندها ما تعرفش. زي ما انتوا شايفين طبعا احنا جبنا باذنجانتين وحطيناهم يشوا على البوتاجاز. احلى شويه للباذنجان لما تشوي على البوتاجاز، يعني من فوق، ولا تقولك على الفرن من جوه يعني ولا شويه تقولك يعني تحطيه في ورقه ليمونيا ولا الكلام ده كله. ما فيش احسن من البلد، يعني خليكم معايا. ما تركزوش معايا عشان انا اياه. المهم هنعمل معاكم الفول المدمس. خلينا معنا مع بعض الاخر. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت اياه بصلايه. البصلايه دي يا حبايبي خرطتها ورحت ضفت عليها معلقه ملح ومعلقه زيت ومعلقه سمن. حلو الكلام، ومعلقه توابل. اي بهارات عندك تابع بهارات وتحطيهم. المهم جيت هنا ويتي في الطبق التاني دوا. بعد ما شوت الباذنجانات وقشرتهم حطيت حبة زيت، وهشوح الطماطمات دول خرطتهم زي السلطة. هشوحهم وهقول لكم هعمل بهم ايه. خليكم معايا للاخر وان شاء الله باذن الله هتتعدل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زي ما انتم شايفين كده انا كنت بشوح البصله. كنت حاطه لها زي ما قلنا في اول الفيديو، مش عايزه اصدحكم. معلقه ملح ومعلقه توابل. اي بهارات عندك، يعني انا ما احط 7 بهارات. وحطينا السمنه والزيت وما نشوحهم وحطينا عليهم قرن شطه. حلو الكلام. ادينا ماشيين حلو عسل كده، يلا تمام بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ما تنسوش تصلي على النبي، المهم ما ياخدناش الكلام وتنسوا الصلاة على النبي. خليكم معايا للاخر وانتوا والله يعني هتستفادوا ان شاء الله هتستفادوا. زي ما انتوا شايفين شوحت البصلايه، يعني ما خلتهاش صفرت قوي ولا لسه يعني برضو ما مرضتش قوي يعني مرتها. وضفت عليها شويه من الطماطم اللي انا كنت بقول لكم عليها. طبعا الفول ده انا محب الفول اللي اعمله على ضيق. الفول ده جايبين ولادي من بره واللي عايزين ياكلوا منه، انا ما كانش داخل الدماغ الصراحه. بس قلت يا اعمل له التتبيله دي، وان شاء الله يبقى زي العسل وكان زي السكر. والله العظيم يعني اهم حاجه الرضا. يعني انت رضيتي عملت فول مدمس، عملت باذنجان، عملت كده، رضيتي وكلت وبقت حاجه حلوه. ربنا يديم عليك النعمه ويديم عليك الخير والحمد لله. المهم حطيت حبه ملح انا كنت وادي معلقه سام. وهنسيبها يعني تغلي شويه على البصله والطماطميه اللي احنا عملناها وحبه التوابل والكلام ده. جبت طاسه معايا زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما قشرت الباذنجان يا عسلات، خليكم معايا سكرات وما تاخدوش عليا عشان انا ايه ساعات ساعات يعني اما اصدع الناس اللي معايا. زي ما انتوا شايفين كده انا جيت الباذنجانه وحطيتها في الزيت كده هويتي اياه. وكمان الزيت ده ولو بقي كتير هحوش منه حب. زي ما انتوا شايفين طبعا انا ضفت الباذنجانه تتشوح وحطيت عليها حبه فص توم مخرطاه، يعني فستان توم. مخليكم معايا فستان توم ومخرطاهم وضفتهم. وهرش رشه ملح ورشه كزبره ناشفه على كمون على الكلام ده هوت. يعني انا ايه التوابل بتاعتي فيها كزبره وكمون وفلفل اسود وكباب صيني والى اخره. اما رش رشه منها. وحطيت هنا هوت اياه كزبره وشبت كنت خرطاهم معلقه كزبره وشبت. وحطيت معلقتين معلقتين صلصه ده لاقيها انا كنت مصلصاهم، يعني حاطه حته حبه سكر صغيره وحبه ملح وحبه توابل. المهم الباذنجانه كانت زي العسل اللي احنا عملناها دي طبعا. وشو سمعتوا صوت الزماره اللي كانت طالعه دي، ده شراكه بنتي وقلعناها الصندل عشان ما تعملناش دوشه. المهم يعني انا حطيت حبه توابل ونص قرن شطه خرطت عشان ولادي مش بيحبوا الحاجه السبايسي او المشطشطه. وحطيت معلقه الصلصه اللي انا كنت مسبكاها بحته سكر صغيره ومعلقه ملح ومعلقه توابل.
المهم دي كانت زي حتة السكر. الباذنجان ده كان عسل، والمدمس كمان كانوا جايبين ولادي من بره، انا ما كانش داخل دماغي زي ما قلت لكم يعني في الفيديو. بس المهم لما عملنا له اياه البصلايه والحاجه لما تهتم بيها يا جماعه تبقى زي العسل. والمهم قلنا نعمل حبه سلطه. جبنا جزرايه وجبنا قرن شطه وجبنا خيار تين على 3 4 طماطمات، وعملنا اياه شويه سلطه كانوا زي العسل، وبألف هنا وشفا وتفضلوا معانا. وطبعا الصيام ده عايز شويه عسير. كان عندي حبه جوافه في التلاجة، قلت افرمها وحطيت عليها اياه شويه ميه. ومع الميه دي ضفت شويه ميه، طبعا الميه تبقى عاليه عن الجوافه شويه اللي انت حطاها. طبعا انا مش بعمل مقادير، طبعا عنك سرك انت هتبص يعني في الحاجه وتعرف انا حطيتها شايفين، قد إيه. وحطيت لها سكر. ورحت ضايفه السكر وفرمتها في الخلاط، وبعد كده صفيتها وبألف هنا وشفا. المهم طبعا الاضاءه ما تروح وتيجي معايا زي ما انتم شايفين، شويه يبقى الاضاءه منوره وشويه الاضاءه معتمه. والله حتى انا ما عنديش ستاند مصور بيه. فم يعني الصراحه بتعب جدا على المصور. وكمان معايا شركه بنتي ما تبقى ربنا يقونا عليها. المهم المدمس او الفول اللي احنا كنا عاملينه دوا، قلنا نقلي جرى شويه بطاطس. وانا ما احب الفول بعد ما تظبطيه تحط له بيضه وتخليه يستوي فيها. البيضه دي جربيها كمان والله تبقى تحفه. يعني انا بعد ما تسوي الفول وتعملوا له الطماطمه والبصله والتوابل والكلام ده كله وقرن الشطه، ولو عندك فلفل حط قرن فلفل، تروحي ضايفه له